البوكس بيخلصوا كلهم من الكليه. This is amazing. صليت وما اكتفيتش لسه، انا هكمل توزيع بس بقى في سانتوريني في الاماكن المحيطه بقى. يعني نفسي اروح ناحيه المجمع في مره، عندهم امتحانات بتخلص. يلا بينا نكمل في حته تانية. حتى الناس اللي واقفين يشتروا حاجات من قدام السوبر ماركت اللي قدام الكليه كلمتهم، حلو قوي. مش متبقي معايا غير العدد ده، هوريك. العلبه فاضت تقريبا ومش فاضل غير الحبه دول. Good morning. لابسه السماعه كده والصوت اوضح. طبعا اتمنى الصوت يكون واضح كمان في الحاجات اللي انا تعبت وسجلتها وانا هناك. انا ما حبيتش ازعج اي حد واصور، يعني حتى مش اصور معاهم حتى سيلفي او كده، سبتهم يركزوا في التفاصيل. هم كانوا منبهرين قوي وده كان بسطني جدا. و I'm still looking for more you know. انا اصلا انا اللي حافظت على دول عشان اسيبهم للفروع التانية اللي انا هبقى فيها، اللي هنا سانتوريني وسانتوريني لازاريتا. بس هطبع تاني وانزل بكره اللي هو الاعدادي بقى، فاللي هو I wanted to be more separated. انا عايزه اوزع اكتر باسم القناه وباسم الكورس وباسم اي حاجه anyone I'm dealing with you know. This separate is something great. Then you can talk with the name of a big number and this is يعني you'll be a marketing tool. nice. ده البي ار بعينه. احسن من اللي قبلها. ديس تعالوا نجربها تاني، تعالوا نعملها تاني. ضرب يطبع on one size بس I can put the paper again on the opposite. so ايه انا كده معايا وش وظهر. اوكي هقصها بقى كده بالنص ويبقى معانا النص ايه ويشيل وش وظهر للكلام كله. مش محتاجين ان هو يبقى كتيب كمان متطبق. this is a better area كمان عشان نقلل استخدامنا للورق، فاهمني؟ دي الفكرة. يلا بينا نطبع الوش الاول. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. here we are. اخدت الورقة وطلعت لي على وش واحد، مش نفس الحاجة وش وظهر. جينا انا هنا حطيتها بحيث انها تحط لي من تحت الطباعة عكس الاتجاه ده، بس هي عشان بتيجي تاخده كده تمام. هاجي احط لها الورقه تاني، لو حطيتها لها من نفس الاتجاه هتحط لي نفس الحاجه اللي فوق في الظهر. فانا عشان اتلاشى ده بحطها بالمتشقلب، فهنا هتاخد لي عكس هنا. فبالتالي اللي هيقلب هنا كده الورقه وهيمسكها كده وكده هيقرا هنا كلام وهيقرا هنا كلام، وايه كده قرأ الاعلان كله بكل تفاصيله، فاهمني؟ and this is much better وايكونوميك، موفر اكتر اقتصاديا. البيبرز استغلالها نص ورقة لكل شخص افضل من ان دي ورقة متطبقة فيها كل تفاصيل ظهرها اصلا فاضي، فاهمني؟ بالعكس مش هينفع، لازم اعملها بنفس الحركة اللي عملتها. فيت اب ايه بنفس الفكرة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حاجة مظبوطة، ديفولت مظبوط. بسم الله. التجربة دي خليها ونقابي دايما. اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين عكس الاتجاه كلام مختلف، عكس لو حطيتها بنفس البوزيشن هتجيب لي نفس الكلام وانا مش عايزة كده. حوالي 50 نسخة على جنب واحد. هبدأ ان انا اقلبهم على الجنب التاني بحيث انها تاخد ايه ريفيرس الشكل وعكسه عشان يطلع معانا زي ما قلنا ايه تو سايدز. انا معايا 100 وحاجة متبقيين بقى من العلبة التانية بس انا وزعتهم هنا على علبتين، فكده هيكفي معاهم الورق يبقى 50. اصلا حطيت 50 نسخة وهيتقصوا اصلا على 2، هيطلع معايا برضو 100 قصاد ال 100 بونبونايه كده، هيبقوا مظبوطين ظبط ايه على الواحدة. خلصت كده على خير، بعيدا طبعا عن الشكل الرائع ده الانفيرس اللي احنا هنعمله. فيلا بينا نعمل كده نحطها عليها ان احنا هنجمعهم كلهم تاني ونعكسهم. حطيناها كده هنحطها بالايدج المعاكس الناحية التانية بحيث انها تطبع عليهم ونطلعهم تاني. يلا بينا نظبطها. نسخة نفس الورق بس ايه ريفرس زي ما قلنا بقى. ده الريزلتس اللي احنا هنوصل لها. تعالوا كده بقى نعمل حركة وده ان شاء الله هطبقه على كل الباقيين. كده مسطرة وهبدأ ان انا اقصهم من النص بحيث ان يبقى انا خلاص عامله حسابي لكل واحد هياخد واحده بس كده من النص ده وهي فيها الاتنين. تطبق برضو بنفس الستايل بس حسن استغلال الورقه فيها افضل، فاهمين الفكره بتاعتي؟ this is much more better. اللي عنده طبعا يا جماعه افكار معايا في الحاجات دي يدوس جدا ويقول لنا، واتمنى دايما تكونوا بتستفادوا مني.
زي ما قلت لكم متنسوش دايما انكم تبقوا مستمتعين فعلا، وتجربوا انتوا تجيبوا لنفسكم حاجات في البيت تساعدكم ان انتوا تجربوا، لان التجربه ليها، وان انت تمسك الشغل في ايدك ليها عامل كبير قوي لحسن التوجيه والتعليم، وان يجيلك افكار. يعني دايما دوس ان انت تعمل، ما توقفش عشان ما تحسش بقى اللي هو طب وماذا بعد الافكار، لا الانتاج بقى طبعا دي هنا علقت عشان ايه الورقه مكربشه شويه بصراحه، مش عارفه ما حصلتش معايا قبل كده قوي، عشان دي اول مره اصلا اطبع على الظهر اوبشن الانذارات بتاعتها، بس انا مش عارفه هي المفروض طبعت على جزء منها. وانا اكيد مش هشد الورقه، هي اتعوجت جواها تقريبا. حاصل ان هي كانت متنيه، فالضغط هنا هو طبعا انا فتحتها وقفتها، عملت اتجه هنا على الجزء بتاع علامه التعجب دي اللي في حالات الايرور، ورفعت ده وشديت الورقه تاني ورختها بحيث انها تظبط. هحاول اشغلها تاني عليها. انا مش عارفه بصراحه هي طبعت لحد فين، بس هي باين عليها ما طبعتش خالص عليها لسه، هي كانت لسه بتاخدها فمالت فيها يعني، فخير يعني. كلها تجارب لحسن، مفيش الانسان اللي ما اخطاش ولا مره هو ما اتعلمش ولا حاجه في حياته، فلازم تغلط وتتكعبل وتكمل يعني. اتمنى ان هي بقى ايه تدوى عليها دلوقتي من غير اي مشاكل بتنسيقها. ونقفل الدنيا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كويس، يتحمس الانسان ويشتغل كده. يلا بينا نبني بقى الكورنرز بتاعتنا دي. الموضوع اصلا بياخد هيت عاليه وانرجي عاليه، فالورقه بتموت يعني. انا زي ما قلت لكم بصراحه مش جايباها، يعني جايباها 50 او 70 كانت جرام، يا رب يسعدك زي ما انتم شايفين كده. كاملة، ولما بقوا نص ورقة كيوت قوي. يلا بينا. رحت في فكرة تجميع على الفوتوشوب، وهحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت، وهعمل لكم هنا كورس طلعكم عشان تاخدكم ليه، وهيظهر برضو ان شاء الله في الاخر. عايزه اقول لكم كمان ان شغل على الفوتوشوب جميل، استنوا مني كمان باذن الله تجميع. يعني انا جمعت عليه خلاص من بعد الحاجات بتاعه الاعلان، وظبطت وقلت لكم طبعا حته ان احنا لازم نطبع من جوه عشان فرام اوت والدنيا دي كلها. البوست بقى ميكنج، انت تعملي حاجه البوستنج تعملها تعديلات، تشتغلي على البي اس دي، بيسهل عليكي حاجات كتير جدا مش تبقى امكانيه عندك في الموبايل. زي ما قلت لكم طبعا انا بسيب كل حاجه على التليجرام بتاعي، فدايما تلاقوني فاتحه باخد منه، بسيف باخد منه، وامسح من على اللابتوب او من على الفون. ففاينلي مش بس كمان عملت حاجات للجريده او اعلانات او بوسترز وكده، لا كمان عملت لكم مونتاج ولسه ده هننزل بيه قريب. فالتعديلات هنا هو كانت كذا حاجه. التعامل مع البرينتر كانت تجربه جميله جدا. كل الحاجات دي ما توقفوش، انتوا تحاولوا ان انتوا تجيلكم افكار وبس تقولوها الناس، وكمان تحاولوا انتوا تعملوها. This is it، يعني this is how creativity motions او mood start. انتي بتقولي aloud او بتفكري فيها، بيبدأ الحاجات تتكاثف مع بعضها، تعملي brainstorming with someone or alone، تحسني من الشغل بتاعك، بتستغلي الحاجة صح economical ومن كل الزوايا. designer as an artist as a public relation للعلاقات، ودي فائدة العلاقات ليك انت، تخليها توظيف، خليها تخدم عليك وظيفيا. اتمنى تكونوا استفدتوا، ما تبطلوش بحث ولا تجارب. سلام وقالب.